يا مساء الجمال على حبايب قلبي. وحشتونا كتير من القصة اللي فاتت، وجايلكم النهاردة برواية أتمنى من كل قلبي إنها تعجبكم. بس عايزة أفكركم، لو الحلقة النهاردة عجبتكم بجد يا ريت تفرح قلبي باللايك والاشتراك في القناة. ويلا بينا نشوف قصتنا بتقول ايه. هتدخلي صينية الأكل وهتحطيها على الترابيزة الصغيرة اللي في أوضته وتخرجي على طول. حاضر. ممنوع تفضلي في الأوضة من بعد ما تحطي الصينية عشان يعرف يقوم وياخد راحته. ما تفتحيش الستاير زي أي خدامة ما بتعمل عشان نور الصبح بيضايقه. ما تقلقيش، هعمل كل ده. شلت الصينية ومشيت بالراحة لحد لما وصلت لأوضته. خبطت خبطتين على الباب وأنا شايلة الصينية بإيد واحدة بصعوبة، ما وصلنيش رد. ففتحت باب الأوضة وأمر لله بقى، لقيت الترابيزة قدامي فمشيت بخطوات ثابتة عشان أحطها، لكني ملحقتش. كان في كيس فاضي واقع على الأرض، اتزحلقت فيه وقعت على وشي، وطبعا صينية الأكل اتبعترت كلها. في اللحظة دي كان هو خارج من الحمام الداخلي اللي موجود في أوضته، وكان بينشف وشه بالفوطة. رفع عينيه وبص لي. كنت بتألم وما كانش فيا حل أركز في أي عقاب هيحصل لي، حتى لو العقاب ده كان قطع عيشي. قمت بصعوبة ومسكت الصينية وفضلت ألم في الأكل المتبعتر في الأوضة، وأنا عمالة أترعش وأكرر أسفي قدامه. اهدي خلاص، ما حصلش حاجة. بعد ما جمعت الصينية قمت وقفت قدامه. كان مركز في عيوني جدا وكأنه لونهم الزيتوني عجبه، لكن قطع كل ده دخول مشرفة الخدم. جرتني من دراعي جامد بره الأوضة وهي بتبتسم في وشه وبتعتذر له. بعد ما خلصت قفلت باب اوضته وراها وهي بتبصلي بحزم. آخر يوم ليك النهارده، أول وآخر يوم بسبب سرحانك ومخالفتك لكلامي. بس أنا محتاجة الشغل ده عشان أصرف على أمي. لم حاجتك وسيب الفيلا فورا، هنلاقي غيرك تهتم بالشغل ده. نزلت على السلم وأنا شايلة الصينية مكسورة من كلامها وقسوتها. حطيت الصينية في المطبخ وأنا بمسح دموعي، ورحت على الأوضة الصغيرة. أخدت شنطتي وحاجتي اللي لسه ما خرجوش من الشنطة. رجليا كانت بتوجعني من الوقعة، بس اتحملت على نفسي لحد ما وصلت للبوابة. اترجيت الحارس يساعدني إن أوقف تاكس، بس كان واقف زي تمثال الشمع مش راضي يتحرك. قلت له بدموع: كتر خيرك، أنا هعرف أتصرف. أنا اسمي ريماس، ما كملتش تعليمي من بعد الثانوية بسبب الظروف الصعبة. بصرف على والدتي غسيل كلى، واشتغلت كل حاجة ممكن الشخص يشتغلها عشان أقدر أجمع فلوس محترمة. ورثنا من أبونا خلص على علاج أمي، لأنه ما كانش سايب فلوس غير على القد، وكان لازم أشتغل. لقيت إعلان في الجورنال بتاع السوبر ماركت، قريت الجورنال ولقيتهم عارضين شغل البنات يشتغلوا في فيلا. قدمت واتقبلت، وكان أول يوم شغل ليا وبقى آخر يوم بسبب اللي حصل. خرجت للشارع وأنا بعرج، ووقفت عشان أحاول أوقف تاكسي، وأخيرا لقيت واحد. ولسه بوطت عشان أشيل شنطتي واركب، لقيت الحارس بتاع الفيلا مسك دراعي فاتنفض. لقيته بيقول لي إن صاحب الفيلا عاوزني جوه. فضلت أبص للحارس ومترددة أرجع لا يكونوا اتهموني بسرقة حاجة وأنا ما عملتش كده، وكمان كرامتي نقحت عليا شوية. بس قلت ربما خير، لما اروحش واشوف هيقول ايه. ايديا كانت بتترعش وانا بشيل شنطتي وبمشي ورا الحارس لحد ما وصلنا الفيلا. بعد ما انا دخلت قفل ورايا البوابة وشاور لي بايده على البوابة الداخلية وقال لي ان فريد بيه مستني جوه. مشيت خطوات مترددة لحد ما دخلت لقيت الخدامين واقفين صف واحد وفريد بيه قاعد، وكانت واقفة جنبه المشرفة. بصيت له باستغراب، لقيته بعد 5 ثواني رد بصوت تقيل كده: انا هنا صاحب الفيلا لحد ما والدي ووالدتي يرجعوا. انا اللي اقول هنا مين يمشي ومين ما يمشيش. اللي حصل من المشرفة ده مش هيتكرر تاني، وهيتخصم لها من مرتبها عليه، لان الصينية وقعت منك بدون قصد. بس بحذرك انت كمان تخلي بالك بعد كده، زي ما قدرتك قدريني وقدري شغلك. رفعت راسي وبصيت في عيونه وقلت بسعادة طفلة: يعني انا رجعت الشغل؟ لقيته سرح. ما اعرفش ليه لما بيبص في عيوني بحس الوقت وقف عنده وانه ما ينزلش عينيه من عليا. رمش مرتين ورا بعض واتنحنح: رجعتي، تقدري تحطي شنطتك وتكملي شغل. بعدين قام من مكانه وخد مفاتيحه وخرج بره الفيلا. هو اصله شكله كان لابس وخارج. فضلت ابص عليه لحد ما خرج، وبعدين سألت نفسي ليه لما بيبص في عينه بيركز كده، لحد ما فوقت على صوت المشرفة. قالت حاجة حيرتني اكتر: ده عمره ما خلاني ارجع عن قرار اخدته. كون انه رجعك يعني اداك ثقة كبيرة، اتمنى تكوني قدها. بصيت في الارض ومش عارفة ارد. بصيت ليا بقرف وسابتني ومشيت. رجليا كانت لسه بتوجعني، فشلت شنطتي ووديتها للأوضة الصغيرة جدا. لبست هدوم الشغل وخرجت للمطبخ، لقيتهم بيشتغلوا وهم ساكتين. رفعت أكمامي وفضلت أبص لهم لحد ما واحدة فيهم اتطوعت: اغسلي الخضار ده كويس وقطعيه. بصيت حواليا وبعدين قلت لها بهمس على أمل إن احنا نكون صحاب: هو الغدا هنا بيكون الساعة كام؟ بصيت لي بقرف وكملت شغلها. فقررت إني أتجاهلهم وأخلص الشغل عشان أروح لوالدتي وفي محل ملابس.
كان واقف فريد وهو بيبص على القمصان والتيشيرتات بعيونه. دايما الالوان هي اللي بتجذب انتباهه. بص على تيشيرت مستخبي وسط الحاجات. خرجوا بهدوء وكان لونه زيتوني زي لون عيونها. اول ما شاف التيشيرت افتكر عيونها على طول. اخده وراح غرفة القياس، وكان اللون جميل على بشرته الخمرية فعلا، وقرر انه يشتريه. وفي المطبخ كنت واقفة وحاسة اني فعلا رجليا مش قادرة تشيلني من الوقعة بتاعة الصبح ومن اليوم الطويل اللي مش راضي يخلص ده. الساعة قربت على 5 المغرب والغدا لسه ما اتحطش. هي الناس دي بتتغدى امتى؟ قاطع سؤال تفكيري دخول الخدامة التانية وبتقول ان فريد بيتغدى بره وان احنا نوزع الاكل علينا، وكمان قالت ممنوع حد من الخدم يروح النهارده عشان فريد بيأمر بكده. فكرت ان امي قاعده لوحدها، فخرجت تليفوني الصغير جدا اللي بيستعملوه للمكالمات بس، واتصلت على تليفون بنت خالتي ووصيتها تقعد مع امي عشان شغلي امر بكده، ووافقت ووعدتني تاخد بالها منها. دخلت على اوضتي ونزلت شعري الاسود الطويل على ظهري وبصيت لنفسي في المرايه. لكل ما بيبص لي بيركز في عيوني كده عشان ملونين بلون غريب ولا بيفتكر حد معين فيا. الصوت بره كان هادي جدا والسكوت كان بيعم المكان، فقلت هخرج بسرعة أجيب تليفوني اللي نسيته على رخامة المطبخ. بصيت يمين وشمال وبعدين قررت أخرج أخيرا. لقيت التليفون فمسكته بسرعة ولسه بلف اتخبطت في حاجة. اتخبطت في فريد بيه ورفعت راسي وبصيت له. كان هيفتح بقه عشان يقول حاجة لكنه كالعادة سرح في عيوني، وأنا من التوتر ما قدرتش أتحرك من مكاني أو حتى أفكر في منظرنا وإحنا واقفين قصاد بعض بالمنظر ده. أخدت نفس وبعدت عيني عنه. لقيته فاق كأن السحر كله في عيوني. كنت حابب أعمل قهوة لنفسي ومعرفش إنك هتخرجي. بصيت في الأرض وقلت له أنا نسيت تليفوني بس، فخرجت أجيبه. جريت من قدامه فورا وأنا بقفل باب أوضتي وبقف وراه وأنفاسي في الطالع والنازل وإيدي بتترعش. رميت التليفون على السرير وأنا حاطة إيدي على بقي. إزاي كنا واقفين بالقرب ده أنا حسيت إن نفسه بيحرك خصلات شعري. دخلت في السرير وحاولت أغمض عيني معرفتش. بعد ساعة كاملة من الإحراج والتفكير في اللي حصل أخيرا نمت وصحيت على صوت خبط المشرفة على باب الأوضة. غسلت وشي بسرعة ولميت شعري ولبست هدوم الشغل وخرجت. وقفتني المشرفة بإيديها بعد كده تصحي لوحدك لأني مش هصحيكي عشان والدة فريد بيه ووالد فريد بيه جايين من السفر النهاردة. بصيت حواليا وبعدين قلت لها بهمس أنا مش هينفع أبات هنا تاني لأن والدتي ست مريضة لازم أراعيها. نفس نظرة القسوة في عينيها لمحتها ولقيتها فجأة بتقول مشكلتك دي تحليها مع فريد بيه، يلا عشان مسح البيت كله عليك النهاردة، باقي الخدامات هيعملوا حاجات تانية. كان أكتر يوم متعب صادفني في حياتي كلها. الفيلا كبيرة ومساحتها واسعة وأنا حرفيا ما حسيتش بضهري من التعب بعد ما خلصت. وكان أذان المغرب بيأذن. طلبوا مني أظبط نفسي عشان هنقف صف واحد لوالد ووالدة فريد بيه. وقفت بإرهاق جنب الباقي ولقيتهم داخلين. رفعت عيني بلمحة بسيطة عشان اخد فكرة قبل ما يلاحظوا اني ببص لهم. الراجل الكبير كان شكله مرهق او تعبان، من النوع اللي كلمته بتتقال بس مش مسموعة. اما والدته شكلها الكل في الكل، من نظرتها للفيلا ونظرتها للمكان والخدم بطريقة تعالي. شكلها كلمتها هي اللي بتمشي. كتر شغلي واللي شفته في حياتي مخليني افهم الناس كويس. فضلوا واقفين 5 دقايق وبص حواليهم قبل ما والدة فريد بتقول بنبرة متعالية مين اللي مسح الفيلا. حسيت برعشة خفيفة بتجري في جسمي. قبل ما ارفع ايدي ناحيتها لقيتها بتبص لي. حسيت بإهانة من نظرتها. تعالي اقفي قدامي هنا. بصيت حواليا ومشيت بخطوات هادية ناحيتها. وقفت قدامها ووطيت راسي. شكلك صغيرة ومش قد مسؤولية انك تشيلي بيت. ده منظر مسح. انتي مهملة ومش منظفة كويس. هو ده بقى اللي بيسموه شغل الخدامين فعلا. المشرفة اتدخلت ولكن للأسف زادت الموضوع. من أول يوم ليها وأنا قلت البنت دي مش هتنفع يا ناني هانم، بتسرح كتير وعقلها مش في راسها. ردت عليها ناني هانم بنفس نبرة التعالي. هو يجبرنا عليها، دي تدوها قرشين وتمشي وتشوفوا غيرها. وفجأة دخل فريد بيه وقف يبص لي وأنا بحرك صوابع إيدي في بعض عشان ما عيطش من الإهانة اللي عمالة أسمعها. ماما من فضلك، أنا اللي طلبت إن البنت دي ما تمشيش. بصيت له هي بتعجب. ليه يا فريد؟ تنظيفها مش عاجبني ومشرفة الخدم بتقول بتسرح ومش مركزة. أنا مش فاتحة جمعية خيرية يعني، مش هدفع مرتب لواحدة مهملة. فريد بيه قال حاجة غير متوقعة نهائي في الوقت ده. أنا عايزها تبقى المسؤولة عن أوضتي وحاجتي. كلهم بصوا له بذهول، حتى الخدامات اللي واقفين صف ورايا رفع راسهم وبصوا له. تجاهل هو نظراتهم وركز على نظري أنا وبس. عينيا كان محبوس فيها دموع وأنا ببص له. لقيت نظراته ميرت للحنية بجد، كانوا بيطلب مني بنظراته إن ما عيطش. وقاطع كل ده صوت والدته. ليه مصر عليها بالشكل ده يعني؟ بس تمام،
طالما انت شايف ان شغلها عاجبك مش هعارضك، بس ايديها ما تتمدش في بقية الفيلا. فريد بيتنهد. تمام يا ماما. وبعدين قرب لي، حسيت ان ريحة برفانه حوطتني. حط ايده في جيبه وخرج منه مفتاح. ده مفتاح الأوضة، لما اكون برا تقدري تدخليها وتهتمي بيها. هزت راسي بمعنى تمام. رفعت راسي وبصيت على خصلات شعره الناعمة البندي. قام غمض عينه وبعد عني وخرج برا. وهنا بدأت اخد نفسي وخارج الفيلا. فريد كان واقف وهو بيتنفس بصعوبة وبيقول لنفسه دي مجرد خدامة عندكم، مجرد خدامة عينها حلوة ونظرتها بريئة. وبعدين غمض عينه بغضب وقال بتصميم مجرد خدامة بتنظف. وداخل الفيلا طلعت انا لأوضة فريد بيه وفتحتها وقفلت الباب ورايا عشان ابدا تنظيف فيها. شكله من النوع المنظم جدا اللي بيكره الفوضى. كان فيه هدوم بسيطة على سرير شلتها على دراعي وانا برتبها. لفت نظري تيشيرت لونه زيتوني. بحركة تلقائية مني رفعته عشان اشمه. ليه ريحة مميزة وحلوة قوي. ابتسمت اول ما شمتها. بعدين حطيت التيشيرت على دراعي وقلت ابطل لاكعة واكمل تنظيف الأوضة. وداخل سيارة فريد كان مشغل الراديو زي كل يوم، لأنه مش من الناس اللي بتحب الأغاني والمزيكا كتير. واشتغلت فجأة أغنية لمنير وبيقول فيها ده عينيكي دول مرايات مرسوم أنا فيها. وأول صورة اترسمت في خياله كانت صورة عيونها. ابتسم لثواني قبل ما يقفل الراديو وبيقول لنفسه بغضب في ايه؟ لا بجد في ايه؟ وداخل أوضة فريد بعد ما خلصت تنظيف الأوضة بدأت ألمع الرفوف. فريد بشكله من عشاق الكتب والقراية. لفت نظري حاجة زي الإزاز بتلمع. بشيل الكتب اللي متدارية وراها لقيتها بلورة تلج من الصغيرين وكان لونها وردي. ابتسمت كأني طفلة وخدت هدية لعبة وفرحانة بيها. رجيت البلورة والتلج انتشر جواها. قلبتها وشغلت زرار الموسيقى وطلع لحن هادي وجميل قوي. فضلت ألف حوالين نفسي ولبس الشغل بيلف حواليا عشان واسع كأني برقص على الموسيقى. كان إحساس حلو قوي ما حسيتهوش بقالي كتير من كتر ضغط الشغل وتعب الأيام اللي شفته في حياتي. وقررت كل ما ادخل انضف الأوضة هشغل الموسيقى بتاعة البلورة. جيت ارجعها مكانها وقعت مني واتكسرت والتلج اتناثر على الأرض حواليها وانا واقفة بصلها بصدمة. ولحد هنا حلقتنا بتخلص يا حلوين. هستنى رأيكم في الكومنتات لأن رأيكم يهمني بجد. وإلى اللقاء في الحلقة الجديدة إن شاء الله. باي باي يا حبايبي وهتوحشوني كتير للحلقة اللي جاية.